السلام عليكم. تعالوا يا جماعة نعمل النهاردة بقى كيكة اسفنجية هشة ومرتفعة. عارفين التورت بقى لما بنجيبها وبتبقى معمولة بطبقات كيك كده بتبقى خفيفة جدا، وبنقعد نقول ازاي خفيفة قوي كده، ازاي بيعملوها اصلا. احنا هنعملها بقى في البيت بمكونات بسيطة جدا جدا. هي الفكرة كلها ان احنا نلتزم بالمقادير بالظبط، ويفضل كمان نوزنهم. ولما اجي اقول نوزنهم هنا يا جماعه انا مش قصدي اضايقكم ابدا لو حد مش عنده ميزان للمطبخ. ف عايزه اقول لكم ان هو عشان نظبط اغلب وصفات الحلويات احنا محتاجين ميزان مطبخ، هو اللي هيطلع معانا الحاجه يا جماعه بالظبط مظبوطه. يا اما هتبقى مش نفس النتيجه اللي احنا عايزينها لو استخدمنا مثلا مقادير بالتقريب، او حتى عايزه اقول لكم ان الكوبايات المعياريه مش شرط تطلع الحاجة مظبوطة بالظبط زي ما لو كانت الحاجة متقاسة بالجرامز وبالمليمتر. هو الميزان موجود ومتوفر، عايزة اقول لكم في اماكن كتير جدا، موجود اونلاين ومش غالي ابدا. يعني انتوا هتجيبوا ابسط نوع، مش محتاجين انواع معقدة ولا اي حاجة، وهينفعكم كويس جدا وهتستفيدوا منه بقى في كل حاجة وهيعيش معاكم يعني. فنصيحة هاتوه لو انتوا غاويين تعملوا بقى حاجات حلوة ومخبوزات وحاجات زي كده وعايزين تظبطوها بالظبط، المفروض يبقى فيه ميزان. انا هنا بدات اضرب بياض البيض كويس جدا، فصلت البياض عن الصفار، ومش هغلس عليكم واقول لكم اضربوا البياض لوحده والصفار لوحده، لا انا ضربت البياض اول ما بدا يرتفع كده شويه، بدات اضيف صفار البيض واحده واحده. لكن الوصفه دي برضو ممكن نقدر نعملها بالكوبايات المعياريه، مفيش مشكله، ولكن نتاكد ان الكوبايه المعياريه بتاعتنا مقدار كوب اللي هو بيبقى 240 مللي، بيبقى مكتوب على الكوبايه هي بتساوي كام بالمليمتر، فدي اللي بنقيس بيها الوصفة عشان تطلع مظبوطة معانا كبديل للميزان. وعايزة اقولكم كمان لو انتوا خايفين من زفارة البيض او ان ريحة البيض تبقى نفاذة شوية، ممكن في الحالة دي تضيفوا بشر ليمون في مرحلة خفق البيض دي، او تضيفوا اكياس فانيليا باودر او فانيليا سايلة، اللي متوفر عندكم، وده بالتالي هيقضي على زفارة البيض لو انتوا عارفين ان البيض بتاعكم عادة بيعمل ريحة زفارة. مع الخفق كده بيبتدي بقى قوام الخليط نفسه بيبقى اكتف ويرتفع كده شوية، زي ما انتوا شايفين كده بيبقى بدأ يبقى فيه هوا، يعني كمية هوا كبيرة. تمام، انا هوقف كده خفق في المرحلة دي بعد ما ضفت يعني كده كل اللي احنا بنضربه لحد دلوقتي بيض بس. الوصفات عادة بيبقى فيها مكونات محدودة كده، يفضل جدا نراعي جودة المكونات دي وتبقى احسن حاجة نقدر عليها. بمعنى لو هستخدم بيض اتاكد ان البيض ده يكون طازه جدا، ويكون نوع كويس، ما يكونش متساب بره التلاجة عند الراجل، يكون محفوظ في التلاجات. السكر برضو لما اجي اختاره للكيك اختار سكر ناعم، ما يكونش سكر خشن ابدا عشان تكون عمليه الخلط اسهل. السكر عامه 3 انواع، سكر خشن وعاده بيبقى سكر التموين، وسكر ناعم وده اللي هنستخدمه النهارده في الكيك، وسكر بودره اللي احنا عاده بنستخدمه في الكحك وبعض وصفات الحلويات. تاني مكون بقى هبتدي اضيفه للخليط هو السكر برضو لما اجي اضيفه وانا برضو بخفق هضيفه شوية بشوية، يعني مش هضيف الكمية كلها. لو ضفنا الكمية كلها على الخليط الهواء اللي فيه هينزل مرة واحدة وهنبتدي نخفق، هنلاقي الهواء يعني كأننا ما عملناش حاجة، كأننا مش بنضرب بقالنا شوية البيض وبدأ يرتفع معانا. انتوا كل اللي محتاجينه في الخفق ده بس شوية صبر بحيث ان الحاجة ترتفع معانا. احنا مش معتمدين هنا على بيكنج باودر ولا محسن جل ولا اي حاجة، وبالتالي الخفق هو العامل الوحيد اللي هيساعد الكيكة انها ترتفع وتبقى فعلا هشة. انا النهاردة بقى مش هستخدم قوالب كيك مرتفعة ولا الكلام ده، انا هستخدم حاجة مختلفة شوية. هستخدم علبة السمنة. علبة السمنة عندي كانت خلصت، وكان في لو متابعين كده كان في من قريب زي ترند او حاجة طالع لعلب السمنة الناس تعمل فيها كيك وكده، فانا قررت ان انا استخدمها بالخليط ده، خليط الكيك ده، ونشوف يعني مع بعض هتطلع عامله ازاي. تمام، انا هنا بقطع ورق زبده على مقاس علبه السمنه عشان انا هغلفها بورق زبده بالكامل من جوه. ودي علبه السمنه اللي انا هستخدمها دي كيلو ونص، يعني مقدار كيلو ونص علبه سمنه. تمام، دي اللي انا هحط فيها خليط الكيك. اخر خطوه بقى في الكيك انا هضيف مش دقيق، انا هضيف نشا ذره. بضيف كمية نشا الذرة مرة واحدة مش على دفعات ولا حاجة، وبقلب بقى بالراحة جدا بالمضرب اليدوي عشان مخرجش كمية الهواء اللي احنا دخلناها واحنا بنضرب من شوية.
انا عارفه انها ممكن تبان فكره غريبه، لكن هي موجوده. عايزه اقول لكم نشا الذره اوقات كتير بيستبدل، او بنستبدل الدقيق بالنشا الذره في الانواع الكيك اللي هي السبونج دي، اللي هي الاسفنجيه، علشان نطلع خليط كمان انعم وانعم. يعني هيبقى الكيكه هشه اكتر بنشا الذره، يعني قوامه في الكيك، في نوع الكيك ده هيدي نتيجه افضل كمان من لو استخدمنا دقيق. بس انا ما اقدرش اقول لكم استبدلوه بدقيق عادي، لان انا ما جربتش الوصفه دي الا بنشا الذره، فما اقدرش اقول لكم ان هو هينجح بنفس القدر لو استخدمتوا دقيق. فخلينا نلتزم بالثلاث مقادير دول والثلاث مكونات دول اللي احنا حطيناهم في الكيكه، ونشوف هتطلع ناجحه ولا لا. هي هتطلع ناجحه جدا بجد، والنتيجه هتعجبكم جدا. انا بعد ما غلفت علبه السمنه بورق زبده من القاعده بتاعتها الدايره دي اللي انا كنت بقطعها من شويه، كمان بغلف الاطراف كلها الجوانب كلها، حطيت خليط الكيك ودخلتها الفرن كده عادي لمده 35 دقيقه. الفرن كان متسخن على درجه حراره 180. بصوا ارتفعت تقريبا الضعف، يعني هي كانت تحت خالص. خليط الكيك كان واصل لتلت تقريبا، علبه السمنه وصل تقريبا للتلتين يعني. تمام. بس عايزه اقول لكم طبعا هي بتطلع، طبعا الفرن بتبقى سخنه جدا، ده صاج في الاخر، علبه صاج، فلازم نستنى تبرد تماما عشان نخرج الكيكه. انا قعدت اتخانق معاها كده شويه عشان اخرجها، يعني الحافه بتاعه علبه السمنه من فوق الحاده دي كانت صعبه شويه الموضوع، ولكن هتطلع يعني شويه صغيرين بس كده وتطلع معاكم. وبصوا ما حصلش فيها اي حاجه ولا اتقطعت وانا بطلعها، وبسيطه جدا. انا كنت لسه بقى ما قطعتهاش، فكنت عايزه اوريكم بقى قد ايه هي من جوه هشه ومن بره كان باين انها طريه. الاطراف اللي تحت دي هيبقى فيها سنه قرمشه طبعا، لان هي اللي كانت مواجهه للحراره. اول حاجه الجزء اللي تحت ده بيبقى طعمه فظيع. اجزاء المقرمشه من الكيكه دي اصلا احلى من الكيكه نفسها. هبتدي بقى اقطعها. تمام. انا فكرت كده اقطعها 5 طبقات. انتوا ممكن تقطعوها كمان 6 على فكره. لو 5 هيبقوا عراض شويه، يعني ليهم سمك شويه، لكن لو 6 هيبقوا طبقات رفنعه، يعني براحتكم. هي مش مقياس يعني ان انا اقطعها 5 أو 6، بس 5 يعني معتدله، يعني ارتفاعها هيبقى كويس. عايزه اقول لكم بقى قد هي طريه، بجد طريه جدا. النتيجه فظيعه، يعني هي دي بالظبط نفس الانواع الكيكات الاسفنجيه اللي بنشتريها، بتبقى معمول بيها تورت بره وجاتوهات، وبنقول ازاي اتعملت يعني. وبنتخيل بقى ان هي عليها اضافات كتير، محسنات جل او ايا كان، وانها حاجات صعبه تعمل في البيت، لكن هي بالمقادير دي بالابسط مكونات دي هتطلعوا نتيجه كويسه جدا. نقطة مهمة جدا بس لازم تراعوها لو قررتوا تبنوا طبقات للكيكة دي وتعملوا على شكل تورتة، ان انتوا تسقسقوا كل طبقة بشوية لبن او بشوية شربات سائل ضروري، علشان ده اللي هيدي طراوة للكيكة. متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، ده بيساعد اكيد ان القناة تكبر وتبقى متشافة اكتر.